السلام عليكم ورحمة الله، وش راكم متتبعاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ونرحب ثاني بكل وحدة راها تشوفني لأول مرة. ما تنساش اختي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يلحقك جديد الفيديوهات. في فيديو اليوم جيتكم بوصفة تاع فرماج او جبن يصلح لجميع الاستعمالات، تقدروا تربيه وتقدروا تقطعوه شرائح، يعني راح يفيدكم بزاف بزاف في الكوزينة وفي جميع الوصفات اللي راح تحضروها. والاكثر من ذلك انه مخدوم في الدار، يعني خدمناه بيدينا وعلى بالنا وش فيه، مش كيما تاع برا فيه بزاف مواد الحافظه وما على بالناش كامل به مخدوم. اذا هذا نحضروه في المنزل على يدينا بطريقه صحيه بدون مواد حافظه، نضيف وعلى بالنا وش راني ناكلو. كما راكم تشوفوا في الصور تقدروا تربيوه يجي على حبه، كما راكم تشوفوا سهل جدا للبشر، وايضا تقدروا تقطعوه شرائح. طريقه التحضير سهله جدا، كنا شفناها في القناة من قبل، شاركتكم فيديو للتحضير. اليوم راح نشوفوه بطريقة مختلفة شوية، ولكن يعني نفس الشيء، تتحصلوا على نفس النتيجة، لأنه كما نعرفوا كاين عدة طرق لتحضير الأجبان وهذه واحدة منهم. إذا أول حاجة نحتاج كمية من الحليب. هنا كنت ديجا روبته من قبل، يعني ما كانش وقت محدد، تخليوه في الشكار تاوعو هكاك حتى يرب، يعني يولي خاثر بهذا الشكل ونستعمله. طبعا تقدروا تستعملوا الحليب تاع شكاير كيما استعملت انا، ولا حليب طبيعي طازج يعني تاع البقر ولا الاغنام، تقدروا تستعملوا اي نوع. طبعا طبيعي راح يكون احسن بزاف. انا هذا اللي كان متوفر عندي، خليته حتى نراب كيما راكم تلاحظوا. هنا استعملت 9 شكاير. هنا في كسكاس كيما شفتوا حطيت شاش او قطعه تاع قماش تكون نظيفه، وراح نفرغ الحليب في الطريقه اللي فاتت او في الفيديو السابق كنت حضرته معكم بطريقه يعني ندفيو شويه حتى يتلم ونتحصلوا على هذيك الخثاره هذيك تكون شاده روحها شويه. الطريقه هذه وبعد نستعملوا المصل اثناء التحضير. هذه الطريقه العكس، يعني ما راحش نشفوه نخليوه يتقطر طبيعيا، راح يبقى فيه كميه من المصل، فما نحتاجوش من بعد انه نضيفه. يعني تقدروا ديروا الطريقه اللي تساعدكم، كلتا الطريقتين يعني تؤدي الغرض وتحصلوا على نفس النتيجه. هنا كانت الكميه كبيره شويه على الكسكاس تاعي، فكنت نحط كل مره ونخليه حتى يهبط شويه ونضيف حتى كملت الكميه تاع 9 شكاير تاعي كامل، او ما يعادل 9 لترات تاع حليب. اذا هنا بعد مرور مده معينه، هنا راح يدي وقت شويه يعني باه يقطر، تقدروا تحطوا فوقو ثقل باش تسرعوا العمليه، يعني خليوه بغرضو حتى تتحصلوا على هذا القوام. انا خليته حوالي ربع سوايع وقيله، وما بيد كملت انا شغلي رجعت ليه لقيته كيما راكم تشوفوا بهذا لا تكستور هذه. هنا كما شفنا في الفيديو السابق لازم نكيل الخثاره تاع الحليب اللي تحصلت عليها باه نعرف شحال راح ندير لها ملح وبيكربونات ولاسيتيتريك اذا حبيتوا. انا في هذه الوصفه راح نستغنى عليه. اذا باه تشوفوا بلي يعني صح تقدروا تديروه ولا تستغنوا عليه، مش حيأثر. اذا حبيتوا تطول الوصفه عندكم او الجبن تاعكم يطول عندكم تقدروا ديروه باش كحافظ. اما اذا كنتم متاكدين بلي راح تستعملوه في مده مش طويله بزاف فتقدروا تستغنوا عليه. هنا كملاحظه فقط، بما انه الخثاره تاعنا راها ماهيش ناشفه، اذا هنا راح الكميه تختلف. ففي عوض ما نديرو لكل كأس ملعقة ملح وملعقة بيكربونات، هنا راح نقسمو على النص. اذا كل 2 كيسان بملعقة ملح وبملعقة بيكربونات، لانهم لو كان ينشفوا يرجعوا لنا كاس. اذا هنا بعد ما تحصلت على هذه الكمية خرجت لي 9 كيسان تاع 220 مليلتر اللي كيلت بهم انا. اذا راح نحطها بجنب ونكيل معكم الزبده والملح والبيكربون. هنا فبما انه تحصلنا على 9 كيسان كما قلت لكم راح نقسم الكميه على 2 بما انهم ماهمش ناشفين، فراح نحط 9 على 2، نحط 4 ملاعق ونص تاع ملح و4 ملاعق ونص تاع بيكربونات. نكيل بملعقه صغيره ما تكونش مقببه بزاف، يعني متوسطه. وبالنسبه للزبده راح نضيف حوالي 70 غرام او ما يعادل 2 مغارف ونص، طبعا 2 مغارف كبار ونص تاع زبده. نضيف خثاره الحليب تاعي ونقعد نقلب بهذا الشكل. اكيد لازم تستعملوا مقلاة ولا كاسرونه تكون ما تلصقش باه تساعدكم في الخدمه. اذا نواصل تقليب بهذا الشكل حتى تندمج المكونات تاعي كامل.
والحرارة تكون متوسطة إلى قوية في الأول. بعدها راح يعني بعد ما يذوب كامل هذاك الخثرة تاع الحليب مع الزبدة، راح نقص للنار تكون متوسطة إلى هادئة. هنا راح يبدأ يذوب معاكم بهذا الشكل. هنا ونسجموا كامل المكونات. بما انه قلت لكم المره هذه استخدمت الطريقه يعني العكس، خليت فيه المصل كاع من الاول باه ما نضطرش اني نضيف من بعد، راح تلاحظوا انه راح يعاود يطلق روحه ويولي سائل بهذا الشكل. اذا واصلوا التحريك، ما تخافوش يعني ما فزتش، راهو عادي، الوصفه ناجحه. واصلوا التحريك. هنا النار راها متوسطه حتى يعاود ينشف هذاك المصل وحده كما راكم تلاحظوا. اذا راح يشكل لكم حبيبات كما هكا. واصلوا التحريك حتى يعاود يعقد من جديد. هنا بعد ما عاود ثقال راح نحيه ونميكسيه باه نتحصل عليه يكون ليس. تقدروا تخليوه هكاك، ولكن من المستحسن انه يترحى. اذا هنا بعد ما نرحيه نعاود نردو ونخلط عليه، لأنه واجد يعني هنا راه واجد، تقدروا مباشرة تحطوه، ولكن للحفظ يعني نعاود نسخنوه باش كي نحفظو ونغلفو بالفيلم اليمونتير يقعد معايا فترة أطول. يعني نوعا ما راني نعقم فيه بالحرارة. إذا نعاود نردو وتشوفوا راهو جمد، عاود جمد لي، فنردو فوق النار ونخلط حتى يذوب ويطلق روحو بهذا الشكل. بعد ما نتحصل عليه كما راكم تلاحظوا بهذا القوام او ثقال، هنا مليح، النار راها هنا هادئة. كما راكم تلاحظوا بعد ما يثقل بهذا الشكل راح نجيب علبة نحط فيها فيلم اليمونتير او بلاستيك غذائي، ونحط الجبن تاعي بهذا الشكل. تقدروا تستعملوا اي مول يعني على حسب كما راكم حابين يخرج الشكل تاع الجبن تاعكم. هنا راح نقفل عليه، يعني لازم نقفل الاغلاق يكون محكم باش ما يتنفسش وما يدخلوش الهواء. قلت لكم بالنسبه للاستعمال تقدروا تستعملوه من ثاني او ثالث نهار، يعني كي تشوفوه حكم روحه تقدروا تبداو تستعملوه عادي. انا هنا كنت مانيش مزروبه، كان عندي ديجا كميه من قبل. انا كل ما نشوف قريب تخلص لي الكميه نعاود نخدم. اذا كانت عندي كميه من قبل، فكي كملت لي هنا بعد اسبوع هكاك باه جبدته. اذا هنا بعد ما فاتت سمانه هكاك جبدته، وهو كيف دوكا نقطعوه معاكم باش تشوفوا كيف خرج. اذا هنا راهو متماسك، يجي مطاطي كما راكم تلاحظوا. تقدروا قلت لكم تستعملوه عادي من نهار ثاني، يعني كي تشوفوه تماسك تقدروا تبداو تقطعوه وتستعملوه عادي. هاوليكم كيف خرج، يجي مطاطي وحاكم روحو. فوالا، انا هذه الوصفه نعتمدها بزاف، يعني كل وين تخلص نزيد نحضر، سواء هذه ولا اللي قبلها. يعني قلت لكم نفس الطريقه، فقط اختلاف يعني نفس الوصفه، اختلاف فقط في طريقه التحضير. اذا هنا نقطع معكم باش تشوفوا لا تكستور، يتقطع بكل سهوله. تقدروا تقطعوه شرائح ولا ترابيوه كما راح تشوفوا معايا. اذا نقطع معكم هنا شريحه، تقدروا تستعملوه لي ساندويتش ولا في الوصفات، في لي غراتان، في البوراك، في البيتزا، يعني يجي بنين يسخف.
في الوصفة السابقة كنت حضرت معكم، ضفت له ذوق، يعني هنا باش نعطي له ذوق أحسن ونغنيه، ضفت له فرماج ولا جبن مثلثات اللي تحبوه نتوما والمفضل عندكم، والذوق اللي تشتيوه ضيفوه له باش يعطي له ذوق. أو إذا تحصلتوا على ذوق اللي يتباع، يعني الذوق تاع الفرماج، يعني لاروم، تقدروا تضيفوها، ولكن هذه المرة حضرته معكم طبيعي، يعني ما فيه حتى أذواق ولا مضافات غذائية، فقط حضرته بالحليب فقط. إذا هنا راكم تشوفوا كيف يخرج، صورة تعبر عن نفسها، يعني مطاطي والبنة بنين ما شاء الله، يعني حتى بدون إضافة أذواق ولا بدون إضافة جبن مثلثات راح يجي بنين يعني يسلك. اذا هنا راح نربي باش تشوفوا كيفاه يخرج، يعني سهل للبشر، عادي تبشر بكل سهولة. هنا راح نضيف له قليل فقط من المايزينا ولا النشا. هذه استيوس تقدروا تستعملوها باه يجيكم الفرماج تاعكم على حبه، يعني كي تربيوه ما يتعجنش. كما راكم تشوفوا وصفة ناجحة وبنينة وتستحق التجربة، خاصة إذا كان عندكم حليب رايب ما عرفتوش واش ديروا به، تقدروا تستغلوه وتخدموا فرماج، راح يسلككم بزاف وتدخلوه في وصفات كثيرة ومتنوعة. أنا عن نفسي من ذاك يكون عندي الحليب رايب يعني نخدم به الفرماج، ومن ذاك نشريه يعني بالدمة خصيصا باه نخدم به الفرماج. اذا بهذا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومنتار وبارطاجيو لا فيديو، واللي مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس باه يلحقوها جميع الفيديوهات الجديده كي نحطها. نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.